شباب دلوقتي دول تحطوا لك دلوقتي واشترك يا شباب، وتنزل دلوقتي تحط لك دلوقتي واشترك 99 في المقطع ده. ما بيشوفوا المقطع ده وما بيدوسوا اشتراك ولا اشتراك. من دلوقتي انت تنزل تحط لك فكرة المقطع البيت الناري والبيت المائي، وشوفوا ايه القصة اللي هتحصل بعد ما القصة تخلص. عايز تشوف المقطع ده؟ ضغط لايك واشتراك في القناة وفعل زر الإشعارات واستمتع. معي بقى السيف الناري، أقوى سيف. أنا بتمشى البيت المائي اللي جابه هنا ده، لازم نكسر كده الجثة دي. معرفش الصراحة اللي جاب البيت المائي هنا واللي جاب الراجل المائي هنا. زيك انت جيت هنا ازاي ولا جيت هنا ليه؟ انا جاي هنا بس كنت بتمشى لقيتك بيتك هنا. انت لابس برضو دراما ايه يا عمو ستيف انت؟ امشوا من هنا عشان لو جيت هنا تاني والله هقتلك. طب ما انا معايا سيف مائي معايا سيف ناري وانت معاك سيف مائي، لو ضربنا بعض هنتحول لاوبسيديان. ماشي لو انت بقى اعلنت الحرب وهجيلك وقتك. يا ربي يا سيدة، مش هعمل ايه؟ نكسر السرير سريرنا في حتة ده من باب. ايوه كده. الدنيا ليل، ما راح اشوف كده. الدنيا ليل. انا جيت عشان اقتلك، عشان انت اتنمرت عليا وقلتلي طب ما انت اللي اعلنت الحرب. ايه ده؟ وانا دروعي معاك؟ ايه اللي جاب؟ يا عم خد دروعك يا عم خد. ده ايه اللي جاب دروعي معاك؟ انا ايه اللي جاب الدروع دي؟ خدها يا عم. ماشي تعالى.